خرج المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا بتصريح مثير عن السعودية، حيث قال إنها قلبت سوق الانتقالات رأسا على عقب، وذلك بعد انتقال الجناح الجزائري رياض محرز من بطل إنجلترا إلى الأهلي السعودي. وأضاف أنه تطمح إلى تأسيس بطولة قوية بمواصفات عالمية وحتى الآن ناجحة في ذلك، حسب ما قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر يونايتد. وجاءت هذه التصريحات النارية بعد انتقال الجناح الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي. قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات. وانضم محرز إلى نادي الأهلي السعودي بعدما أحرز 78 هدفا وصنع 59 هدفا في فترته المليئة بالألقاب مع السيتي إلى الفريق العائد إلى دور المحترفين السعودي. وقدرت صفقة محرز بنحو 35 مليون يورو، أي 38.55 مليون دولار، بالإضافة إلى 5 ملايين كمكافأة ومتغيرات. السعودية تريد تأسيس بطولة قوية وتنافسية، وحتى الآن هي في الطريق الصحيح. وتبع في الوقت الحالي لا نعلم إلى متى تستمر هجرة اللاعبين، لكن شعوري هو أن الأمر سيستمر لفترة. اللاعبين يريدون خوض هذه التجربة للعب في هذا الدوري، وهم قادرون على ذلك.